ايه. الشيخ بغيت نعرف شغل انني متعلقه بالشاب، لكن الرفض راه جاي من الاب تاعي والام تاعي. شغل كيفاش إذا هناك متصل فأنا أستمع إليك. نعم يا سيدي. نعم. الو. نعم. سلام شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي راك لاباس؟ والله بخير والحمد لله. أهلا يا أختي. رسلت لك سؤالي في الواتساب. يا سيدتي أنت على المباشر، قولي سؤالك تفضلي، أنا أستمع إليك. كشغل عندي مشكلة الشيخ. قام شاب بخطبتي بصح كشغل أهلي رفضوه في البداية، رفضوه شحال من خطرة، ومن بعد قابلوه وتممنا كاع الخطبة ودرت كاع كلش، ومن بعد كي نعاودو كشغل رفضوه لسبب انه ما جابليش حقي، ما تفكرنيش، والسبب الرئيسي ثاني انه كشغل من العائلة. يعني كونه من العائلة جعلوه من الأسباب اللي باش يرفضوه. ورفضوه منهم العائلة. عجيب يعني. رفضوه تماما. لأول مرة نسمعوا هذه المسألة. نعم تفضلي يا أختي. كشغل مدوني ليه وقعدت مدة عام ونص ولا عامين وأنا مخطوبة، ومن بعد قريتوا الفاتحة ولا ما قريتوش يعني؟ لا. الفائدة أنه لما جا خطب هو ولا يماه لا مالك وافقوا وقالوا له خلاص نعطوها لك سنة ونصف، وأنت تعتقدين أنك خلاص ستتزوجين، وهو يعتقد أنك أنت الزوجة نتاعو، ثم اتصلوا به قالوا له بطلنا علاه لأنك انت من العائلة تاعنا. وفاني كشغل قالوا له بلي لعدم ما تفكرتهاش، ما جبتلهاش حقها. زعما عدم الاهتمام. جا رمضان ما جابلكش كتف، وجا العيد ما جابلكش فخد وجات عاشوراء ما جابلكش الزليف، وما بعثلكش الهيدوره. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني رفضوه بسبب بدع ابتدعوها. الشيخ بغيت نعرف شغل انني متعلقه بالشاب، لكن الرفض راه جاي من الاب تاعي والام تاعي. شغل كيفاش ندير؟ ولا ليس لك حل الا ان تقنعي باباك ويمك، يعني الطريق امامك مسدود الا تقنعي باباك ويمك، لاني لو كان نقول لك واش تقول الشريعه ما تقدريش تطبقيها، لان الشريعه تقول الاب اذا رفض يزوج بنته ماشي بسبب شرعي كما هذا السبب اللي حكيته، يجوز لها ان ترفع امرها الى القاضي. وأنا متأكد مستحيل أنت على القاضي وتخفي مع باباك ومن بعد القاضي يأمره باش يزوجك، وبالتالي في الجزائر ليس لك إلا تقنعي يمك بهدوء، ويمك تشوفي الناس يتحشم منهم، لأن راهم رفضوه بغير سبب شرعي، راهم عاصيين، راهم في معصية الله، راهم آثمين إذا ما يسمعوني. والشخص هذاك شغل تقدم لي أكثر من مرة، ماشي مرة واحدة. لقد ظلموه يا أختي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما هذه البدعة ما جابلهاش المهيبة، ما جابلهاش المهيبة، هذه من البدع، بدعة ابتدعوها وبنوا عليها أن يرفضوا رجلا لا يعاب. يعني أنت لا تعيبين شيئا في هذا الرجل. قولي لي يا أختي. لا. يعني عيبه فقط ما جابلكش المهيبة هكذا. هذا هو عيبه، وأنه من الأقارب. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله إذا باباك ويمكم يسمعون يتقوا الله، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد ظلموه. لو قالوا هذا قولوا تارك صلاة، هذا مجرم، هذا صاحب تاع مخدرات، أدعوي الشر، هذا عاصي الوالدين، يعني سبب شرعي. أما هكذا فقط ما جابلكش المهيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. زيدي يا أختي، احنا المهيبة هذه كنا عقد عليها ومازال ما رفدهاش، أما الآن أنت أجنبية عنه، علاه يجيب لك المهيبة؟ شغل داروها سبب رئيسي باش يتم رفضه وخلاص. لأنه لعل رجل يعني قد حاله بالك، هذا ما كان. لا، المشكل ماهوش هنا، المشكل انه شغل الام تاعي عانت مع اهل زوجها، شغل قالت لك بلي غادي يديروا لك غير كيما صرا لي انا. والغيب لا يعلمه الا الله. الغيب اذا عانت هي معناتها بنتها تعاني. زيد احنا نحكموا بالظاهر، ولو يمك عانت مع العجوزه وصارت لها مشاكل نحكموا بالظاهر. جاء هذا رجل اذا فيه الصلاح وفيه الصلاه وياكل الحلال ولا يظلمك تزوجي.
أما أن يمنع هكذا فقط لأنه من الأقارب وبمعنى راح يزيد يعني يعذبك كما وقع ليماك، فهذا مجرد رأي لا يرفض عليه الرجل. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. والفتنة قد وقعت، أنت لأنك معلقة بهذا الرجل، أليس كذلك؟ وما كيش قادرة تزوجي، ولعل يأتوك الخطاب ترفضيهم وتقولي كيما بابا ويما رفضوا فلان أنا نرفض لي جيبوهما، وتقعدي بلا زواج، والزمن يتحرك والعمر يتحرك، وهو راهو تاني راهو عنده امل لنهار يوافقوا وهو بلا زواج. هاي الفتنه قد وقعت. اذا النصيحه نتاعي لك يا اختي. نعم. بغيت نسقسيك، انا شغل مانيش غالطه في حق والديا. لا يا اختي، لو السمعين تمشي بالشرع، لو رفضوه بسبب شرعي هنا يجب الاخذ بقولهم وراك غلطه في حقهم. اما اذا رفضوه بالسبب اللي قلتيه هذا ما هو السبب شرعي، ليس سببا شرعيا، ولذلك السبب الشرعي هو اللي يخلي الرجل يقوم او يسقط. لكنك تقولي بلي رفضوه فقط لانه من الاقارب ولانه ما جاب لك زعما الهدايا والهيبه وهكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان نخربوا على باباك نصيبوه باباك ما جابش لي يماك وقيل المهيبة نهار تزوج بها، وجاي دوكا زعما هذا ما جابش المهيبة. الله يهديك يا الحاج، زوج بنتك، اتق الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم، خلاص جاءكم، لو كان ما جاش تقدر تقول ما جاش صح. إذا جاءكم معناتها جاء خلاص خطبها فزوجوه. زوجوه فعل أمر. تعرفوا شنو فعل أمر في اللغة العربية؟ هو طلب الفعل للوجوب. فعل أمر زوجوه، خلاص النبي قال زوجوه وأنت تقول أنا لا أزوجه. علاه؟ لأنه من الأقارب، وبكري 65 دارونا، وفي 62 ما وقفوش معانا، وفي 84 وليدهم زقا وعيط قدام التاقة، ويماه دارت هكذا، يبقوا غير يحكوا يضيعوا في الوقت. روح زوج بنتك، اتقي الله. شكرا يا اختي. شكرا شيخ، صحيح. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يجي واحد يخطب طفله لا يعاب، لا باس، مصلي خدام قدو قد حلو، يبداو يجبدوا له، يبداو يجبدوا يحكيوا، ومن بعد غير يحبس قدام دارهم بطونوبيل توارق، يوم ما يحوسوش لا اصلوا لا فصلوا، يطلوا من التاقه توارق حابسه، يعشي باباها يقول له ما تعبش روحك انا نجيبها لك، انا نجيبها لك، العرس نعاونك، يعني يكون يصيب. يا سبحان الله. إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. يحوسوا على الدراهم. يا سيدي يا رسول الله، لقد رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. يا سيدي يا رسول الله، لقد رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. يا سيدي يا رسول الله، لقد رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. ولاو المادة برك، على جال المادة يشارع باباه، على المادة يشارع يماه، على المادة يقتل خاوته، على المادة يكره جاره، على المادة يحوز ولاده، على المادة ما يزوج بنته، على المادة. حسبنا الله ونعم الوكيل، وما يملأ بطن ابن آدم إلا التراب.